السلام عليكم. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. في فنان طالع بتصريح مستفز جدا، طالع بيقول انا عشت لفتره طويله مع احد الفنانات في الحرام. طب ما انت يا فنان بتقول بعظمه لسانك في الحرام، شفتوا بجاحه اكتر من كده؟ شفتوا جهر بالمعصيه اكتر من كده؟ زمان كانوا بيقولوا اللي يعمل حاجه غلط يستر على نفسه ويستخبى، مش عشان الناس زمان كانوا ملايكه، لكن عشان كانوا فاهمين ان الغلط بيفضل غلط مهما حاولنا نغير اسمه او نبرره او نديله مسميات. النهارده بقينا بنشوف مشاهد غريبه، واحد بيحكي عن معصيه عملها بكل اريحيه، والتاني بيضحك، والتالت بيسقف، والرابع بيقول يا عم سيب الناس تعيش. وكأن المشكله مش في الفعل نفسه، لكن في ان الناس اتعودت تسمعه من غير ما تستغرب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والآية دي بتوضح قد إيه نشر الفاحشة والتطبيع معاها خطر على المجتمع كله، مش على الشخص لوحده. الموضوع إن إحنا مش عايزين نروح لبعيد. تخيل إن أب قاعد مع ابنه الصغير، وفجأة يلاقي شخصية مشهورة بتحكي عن علاقة محرمة أو تصرف غلط وكأنها بتحكي عن رحلة مصيف. الولد هيستنتج ايه؟ هيستنتج ان الموضوع عادي طالما الناس بتقوله على الهوا وبتضحك عليه. زمان لما التدخين كان شيء مستهجن وممنوع، وناس كتير بتقول عليه غلط، وناس كتير بتربطه بالتربية، ومع الوقت والإعلانات والدراما بقى عندي ناس كتير حاجة عادية. التعود أخطر من الغلط نفسه أحيانا، لأنك أول مرة بتستغرب، وتاني مرة بتضحك، وتالت مرة بتتعود، ورابع مرة يمكن تقلد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني حتى لو الإنسان أخطأ يفضل باب التوبة مفتوح، لكن الجهر بالمعصية وتحويلها لحكاية تتقال للناس دي مشكلة تانية خالص، لأنها بتأثر على غيرك قبل ما تأثر عليك. المؤسف إننا بقينا في زمن بعض الناس بتقيس قيمة الكلام بعدد المشاهدات واللايكات، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. أي حاجة تعمل ضجة تبقى خبر، وأي حاجة تصدم الناس تبقى ترند، حتى لو كانت بتكسر في قيم المجتمع حتة حتة. ولو بصينا حوالينا هنلاقي ان اغلب المشاكل الكبيرة بدأت بحاجة صغيرة الناس قالت عليها عادي. عادي كلمة خطيرة جدا، لان حاجات كتير كانت مرفوضة زمان بقت النهاردة مقبولة بسبب التكرار والتعود. وده مش معناه اننا نحكم على الناس او نفتش في اخطائهم، بالعكس، كل انسان بينه وبين ربنا حساب. لكن من حق المجتمع يحافظ على قيمه، من حق الاب والام يقلقوا لما يشوفوا الغلط بيتقدم لولادهم على انه اسلوب حياة طبيعي. في النهاية المشكلة مش إن في ناس بتغلط، لأن كلنا بشر وبنغلط. المشكلة الحقيقية لما الغلط يفقد شكله الحقيقي، ويتحول من ذنب محتاج توبة إلى قصة تتحكي عشان نضحك عليها، ومادة للترند أو وسيلة لجمع المشاهدات. لأن المجتمع ما بيضيعش مرة واحدة يا جماعة، المجتمع بيضيع لما نستبدل كلمة غلط بكلمة عادي. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.